السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد واللي راح نتكلم فيه على موضوع تفسير الأحلام. وموضوعنا نهار اليوم هو سقوط الأسنان في المنام. موضوع يخوف بزاف، لأنه لما كل واحد يرى مثل هذه الرؤية يروح ديريكت لتفسير الأحلام على الإنترنت أو في كتب، وخاصة تفسير ابن سيرين. والموضوع الصادم أنه يلقى في كتب تفسير الأحلام القديمة أنه سقوط الأسنان في المنام يدل على الموت. هل هذا صحيح؟ سقوط الأسنان في المنام ليس بالضرورة يكون موت، لأنه الأسنان كما هو معلوم عند المفسرين المعاصرين أنه الأسنان يعني أصدقاء أو أفراد العائلة وكذا، والسقوط تاعهم ليس بالضرورة يكون موت، لأنه ممكن يغيب شخص لفترة مثل السفر أو مستشفى، يعني يقبع في المستشفى لفترة، أو سجين أو كذا، يعني كاين أمور بزاف، لكن ليس بالضرورة يكون موت. وفي تجربة خاصة بي فسرتها قضاء دين وكانت التجربة ناجحة. هذا والله أعلم. ثم خبروني في التعليقات إذا كان شفتم مثل هذه الرؤى سقوط الأسنان، واللي عنده استفسار راح نجاوبه في التعليقات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.